السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا جالتمتوتا كينا بقى عرق السنتين اللي بقى ولين هندون اللي بقى جينا سنين جتا كونوا عرق اللي أستاذ كينا الشيخ جمال ولين جرا ما جرساني كلت من جرساني تسندي بسا إسا ولين ترتي جاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما فضلهم لخدمة دينه وأوجب عليهم تجويد كلامه والعمل بما فيه فضل على القرآن على من سواهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتاه اليقين. وبعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هو كما فسره به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بلا ترتيل أو بغير ترتيل. وقال الضحاك بتفسير هذه الآية انبذوا حرفا أي وافصل الحرف من الحروف. قد أكد الله سبحانه وتعالى الفعل بالمصدر وهو ترتيل اهتماما لشأنه. قال ابن الجزري في مقدمته وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وقال الإمام أيضا والأخذ بالتجويد حتم لازم وإن لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراء مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا ريادة امرئ بفكه. وقال أبو العز القلاساني رحمه الله يا سائلا تجويد ذا القرآن فقد هديت عن الإثقان تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات وجاهد التجويد فهو كافر فدعواه إنه لخاسر لأنهم كتاب رب حرفوا وأن طريق الحق زاغوا فانتبوا. وقال الإمام الجزري أيضا من حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم ينحث. من استأجر شخصا ليقرأ له القرآن أو ليقرأ له ختمة فقرأ القرآن بغير تجويد لا يستحق الأجرة. وقال الإمام رحمه الله تعالى في باب الصفات صفاتها جهر ولفظ مستقل منفتح مصمتة والضد قل محموسها فحثه شبه سكت شديدها لفظ أجنقة بكت وبين رخو والشديد للعمر فر من لب الحروف المطلقة. وقال الشيخ الجمزوري في باب المد حيث يقول أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع مد فهو كلمي وقع إلى آخره. كان في سكنتان كأنك أرى موضوع كأنك أرى واجب ما تجويداتي قرآن تجويدا قرؤون واجبا علماني أكن إرها سواني أكسمس حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم باية إلى سنكيسا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه حديث نكون معنا نساء صحيحة سنة نساء تقال لها كباتو معنا نساء قارئنا أكسم حديث من عبد الله بن مسعود كإني نموهيك أراسسو بين من مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين في سورة التوبة مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود مالجين أكا كانت رسول ربنا كراسي بن جنان يا أبا عبد الرحمن أكمت كراسي جنان فقرأ إنما فقرأ ماذا تقول الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. هذا حديث جليل وحجة ونص في هذا الباب رجال سناده ثقات كنافيو برباجي ثم نساوان يرو غباب تنت دبتمين أمني واجبا غرتني تنو كنا إيكتو كبنا أكما عسياكي سنغلي أكسمس واي وقفي وقف نتاتي وباية تجيرا وقفين تن إدوان بكيوان باية تقودمتي هكا بكا أفوري تقودمتي سنكيسا وقفا قبيح جراني جرا وقفي رت الآبتون من برباجين وقفي فكتو ومعنى نسي قرتي قانقوت من رت الآبتو كالوقفي على المضاف دون المضاف إليه وكالوقفي
على المبتدا دون خبره وكالوقف على الفاعل دون ذرتها مفعوله ججا أو كالوقف على وصف لا يليق به سبحانه وتعالى كالوقف على إن الله لا يهدي جريد آبتا إن الله لا يهدي جريد آبتا من هو كاذب كفار سؤال تنجيسيني ربي قرتني تنيه هنكاجل ربي إنه هنكاجل صفة هداية ربي وصفما من هو كاذب كفار ربي كاجل أما سكر آبتوتي على وصف الله يليق به تعالى فبهت الذي كفر والله جريد آبتا وهذا لا ينبغي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الإسلام وأشنع وأقبه من هذا وأني كان جعل فقته أكن في إيجاساتي إيجاب جرة الآبة كالوقف على وما من إله جريد آبتا إلا الله وسوى التنفيذ كناف أمس وإن وقفي كن وأن سرت برباكي سارة أنا يا ربي إن شاء الله تعالى يرونا منك أبو جباب دوان تاتب يرو براب الإنان وليادة جبنا وفي سن اللي نمر فيدم ربنا هذا يسوع إن ربي إخلاص فيها بدو كناب يرون كيس جرو يرو قرآناتي قرآن أزمرا قرآناتي قرآني ميشاك أبا واني هندو أموتنيو متاو فيتي دندتي وان جرتوب جباتني أكام عسياك السنسين أكو فرايدن سنك الأمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكان فكاته ولين ترتين شيء ولين ترى وردفتوتا كبجمتوتا جالتمتوتا كينا وان ولين ترتني بقالتو ما سنين جتة هجا فيديو بلاتي ولتي دبنتي نجاه نجردا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته